انا عملت انسجن منين؟ عملت انسجن من عند انسجن يعني ايه؟ يعني قطعت بالمشرط بتاعي عشان اشيل السكن. خلاص؟ جيت على الفنترال بارت بتاع او على البلي على الابدومين، جيت عملت انسجن واحد بريبنديكولار اهو عمودي، بعد كده واحد هوريزونتال. خلاص؟ هوريزونتال يعني ايه؟ يعني عرضي كده او بشكل عرضي في الفور ليم. وبعد كده عملت ايه؟ عملت ريفليكشن للسكن. فين السكن؟ اهو. طبعا الخطوه دي مش سهله في حد ذاتها، دي مش سهله لان هي العينه عباره عن سكن، تشيل السكن خلاص معظم العضلات بتبان. بلاقي ايه عندي تحت؟ اول طبقه اللي هيشوف العضلات دي هنا وهيشوف عند الدكتور اسامه هناك الفرق في العضلات، ان العضلات هناك العينه طريه، هنا العينه ناشفه. ده ليه؟ لان العينه دي بقى لها فتره في الفورمالين، اما اللي هناك حادثه في الفورمالين. طيب هاجي ابص اول طبقه عندي بقول عليها الكيوتينيوس ترانكاي. الكيوتينيوس ترانكاي ماسل. الكيوتينيوس ترانكاي دي عضله جلديه. مش عايزه صوت في السكشن. اول حاجه عندي الكيوتينيوس ترانكاي اهي، عضله بقول عليها الكيوتينيوس ترانكاي. طب بقيتها فين يا دكتوره؟ او هي ليه متشرحه كده؟ لان بقيتها في الجلد اهو. طيب هتطلع بره في العينه اللي بره، العينه دي ناشفه. خلاص؟ فالعضله مستحيل تطلع كلها لوحدها او منفصله. لما تبقى العينه طريه او العينه بقى لها مش فتره كبيره في الفورمالين بتشيل الجلد بسهوله، تلاقي العضله اللي تحتها باينه لك بسهوله. خلاص؟ ما بتبقاش ناشفه زي العضلات دي. هشوف اول حاجه ده الجلد اهو، هشوف عندي الكيوتينيوس ترانكاي ماسل، عضله اتفقنا ان هي عضله جلديه. طيب الكيوتينيوس ترانكاي دي في منطقه الترانك او الجذع بيبقى اسمها الكيوتينيوس ترانكاي، مكمله معايا لورا ومكمله في المنطقه دي. هعمل لها ريفليكشن، وطبعا بتبقى ماسكه في حاجه اسمها الكيوتينيوس اوموبراكياي. اوموبراكياي يعني ايه؟ يعني ماسكه في منطقه البراكيوم. خلاص؟ بتعمل لي كفرنج لمنطقه البراكيوم. يبقى تاني انا عندي الكيوتينيوس ترانكاي. الصوت اللي هسمع صوتها والله العظيم هطرد المجموعتين التانيين. يبقى الكيوتينيوس ترانكاي، الثانيه بقول عليها الكيوتينيوس اوموبراكياي. اسمع الكلام عليها عشان تعرف تحفظ. بنقول لك الامتحانات كمان اسبوعين. يبقى عندي كيوتينيوس ترانكاي، عندي الكيوتينيوس اوموبراكياي. هعمل ريفليكشن للكيوتينيوس ترانكاي والكيوتينيوس اوموبراكياي كده. هلاقي عندي العضله اللي تحتها المفروض الفيرست لاير فيها مين يا جماعه؟ فيها اول عضله المفروض انتوا حفظتوا الاسم بقى على الاقل. عضله بقول عليها الترابيزيوس ماسل. الترابيزيوس ماسل. الترابيزيوس ماسل قلنا ان هي عضله مثلثه، ادي المثلث بتاعي اهو. جه ياخد الاوريجن بتاعه منين؟ جه ياخد الاوريجن بتاعه اتفقنا من السيرفايكال اللي هي سكند سيرفايكال فيرتبري او سوبرا سباينس ليجامنت اللي موجود عندي هنا. فانيكولار بارت اوف النقه الليجامنت بالظبط. خلاص؟ من سي 2 لحد كام؟ لحد تي 3. تاني يبقى انا عندي اول عضله خالص بقول عليها الترابيزيوس ماسل. دي عضله اهي يا جماعه موجوده اهي. انا كل اللي عملته ايه؟ حددت العضله هي فين بتاعتي وفصلتها عن بقيه العضلات. خلاص؟ وبعد كده جيت من عند الاوريجن من فوق، المفروض الاوريجن بتاعها اهو. الاوريجن بتاعها في الفقرات العنقيه والفقرات الصدريه بتاعت العمود الفقري. وقمت ايه؟ وقمت شايل العضله وماسكاها زي ما انت شايف. طيب راحت تعمل انسيرشن فين؟ راحت تعمل انسيرشن على السباين بتاع الاسكابولا. مش الاسكابولا كان ليها سباين؟ ادي الاسكابولا اهي. خلاص؟ ولا السباين بتاع الاسكابولا العضله رايحه تنتهي عليه. يبقى تاني انا عندي الترابيزيوس. الترابيزيوس بتتقسم لجزئين، جزء بقول عليه سيرفايكال ناحيه الرقبه، جزء بقول عليه ثوراسيك ناحيه الايه؟ ناحيه الثوركس او الصدر. ولو تاخد بالك هتلاقي فاشيه او شغطه فاصله الاثنين عن بعض. يعني في جزء لحمي اهو، جزء لحمي اهو، وفي شغطه فاصلين الاثنين او فاشيه النيروتيك بارت بقول ان هو فاصل الاثنين. يبقى تاني اول عضله عندي بقول عليها يا جماعه ايه؟ ها؟ ترابيزيوس. ترابيزيوس. يبقى تاني عندي عضله بقول عليها ادي عضله الترابيزيوس. ترابيزيوس مقسومه لجزء سيرفايكال ها؟ وجزء ثوراسي. خلاص؟ طيب المفروض رقم 2 السكند لاير كان فيها مين؟ ها؟ رومبويدس ولاتيسمس دورسال. هعمل ريفليكشن لمين؟ للترابيزيوس. ازاي؟ هقطع في الاوريجن بتاعها، يا اما عايز تقطع في الانسيشن من هنا وتعمل لها ريفليكشن كده. خلاص؟
هقوم قاطعه في الاوريجن بتاعها. هلاقي ايه تحتها يا جماعه؟ هلاقي عندي عضله بقول عليها الرومبويدس. فين الرومبويدس؟ الرومبويدس عضله صغيره جدا. ادي الرومبويدس عندي، رومبويدس سيرفايسس ده الجزء الاولاني منها، رومبويدس سيرفايسس اللي هي ناحيه الرقبه، ورومبويدس ثوراسيس ده الجزء الثاني منها. يبقى تاني انا عندي ادي الرومبويدس ثوراسيس اهو، ده بقول عليه السكابولار كارتلج. السكابولار كارتلج ما انا عارفه ان انتوا مش هتشوفوا، انا قلت يبقى العدد بسيط. يبقى ادي السكابولار كارتلج اهو، دي السكابولا عندي وده السكابولار كارتلج. خلاص؟ طيب السكابولا وعندي السكابولار كارتلج اللي اتفقنا لما احنا بنشرح السكابولا قلت لكم يا جماعه هتلاقوا حاجه اسمها السكابولار كارتلج، عباره عن غضروف طري جدا اهو، بيبقى موجود على الدورزال بارت بتاع السكابولا. ادي السكابولار كارتلج، قدامه بشوف الرومبويدس سيرفايسس، ووراه العضله الصغيره الضعيفه دي بقول عليها رومبويدس ثوراسيس. طيب دي عرفتها رومبويدس سيرفايسس ازاي؟ خدت الاوريجن بتاعها من الفقرات هي العنقيه والصدريه، وراحت انتهت فين؟ راحت انتهت خلف السكابولا على الايه؟ على السيرفايكال، على السكابولار كارتلج ده. يبقى ادي السكابولار كارتلج ده هي خدت الاوريجن بتاعها من هنا وانتهت عليه من ورا. بعد كده جت الثوراسيك برضو خدت الاوريجن بتاعها من سي 2 لتي 4 وراحت انتهت على السكابولار كارتلج على الميديال سيرفيس بتاعه. عضله يا جماعه زي ما في عضله كبيره وباينه وواضحه ليك كده، في عضله صغيره. الرومبويدس دي واحده قدام ادي السكابولار كارتلج اهو، واحده قدامه عند النك دي بقول عليها رومبويدس سيرفايسس، والثانيه بقول عليها رومبويدس ثوراسيس. يبقى ادي الرومبويدس ثوراسيس اهيت، وادي الرومبويدس سيرفايسس. دماغي. يبقى ادي العضله اهي يا جماعه، ادي الرومبويدس اهي، دي الرومبويدس عندي اول حاجه. خلاص؟ يبقى عندي رومبويدس سيرفايسس او سيرفايكال بار، وعندي الضعيفه خالص ديت بقول عليها الرومبويدس ثوراسيس. تاني رومبويدس ثوراسيس اهيت، انا مش راضيه اجي جنبها ولا افصلها عن السكابولار كارتلج هتقطع. وعندي الرومبويدس سيرفايسس اللي هي اهي، خلاص، اللي هي الجزء ده كله المثلث ده. وادي رومبويدس تبقى ماسكه فين؟ ماسكه على السكابولار كارتلج من جوه. فين السكابولار كارتلج؟ اهو لافف حوالين السكابولار. ودي ترابيزيوس بقول عليها سيرفايكال بارت اند ثوراسيك بارت. يبقى تاني عندي ترابيزيوس، عملت في السكند لاير هلاقي عندي مين؟ الرومبويدس بالجزئين بتاعها. ادي السكابولار كارتلج اهو، واحد قدامه بقول عليه السيرفايكال بارت، وواحد وراه بقول عليه الثوراسيك بارت. طيب نيجي بعد كده على اللاتيسماس دورزاي. اللاتيسماس دورزاي ماسل، ادي اللاتيسماس دورزاي عضله مثلثه رايت انجلد بارت، فلات رايت انجلد تريانجولار ايه؟ ماسل. يعني رايت انجل يعني بتبقى على الرايت انجل بتاعت الشولدر. بقول ان هي رقم واحد بتاخد الاوريجن بتاعها منين؟ من فاشيه او شغته اسمها سوراكولامبر فاشيه، بتبقى موجوده في المنطقه دي كده. طبعا انا قطعاها، ادي جزء منها اهو. وبتروح تعمل انسيرشن فين؟ بتروح تعمل انسيرشن على التيرز ميجور تيوبريستي بتاعت الهيومرس، نازله تحت العضلات دي، تروح تعمل انسيرشن على التيرز ميجور تيوبريستي.
يبقى عندي اول حاجه رقم واحد قلنا ها دي ايه؟ ترابيزيوس، تحتها الرومبويدس. الرومبويدس بجزئينها سيرفايكال وثوراسيك. بعد كده هلاقي عندي اللاتيسماس دورساي اهي، وتاخد الاوريجن من السوراكو لامبر فاشيا وتروح تعمل انسيرشن في التيرز ميجور تيوبريستي. حلوين احنا لحد كده في الدورزال جروب؟ في مشكله في الدورزال جروب؟ طيب نيجي بعد كده على الفنترال جروب. الفنترال يعني بطني، يبقى انا هروح ناحيه فين؟ الفنترال جروب كانت مين يا جماعه؟ البراكيوسيفاليكاس ماسل. ادي بقول عليها البراكيوسيفاليكاس ماسل الكبيره اللي انا قاطعه فيها في النص دي. البراكيوسيفاليكاس ماسل اتفقت معاكم انها هتاخد الاوريجن بتاعي، هتيجي من فوق من عند الودن هنا ماستويد بروسيس بتاع البيتراس بارت التمبرال بون والوينج بتاع الاطلس، استراكشر موجوده في السكال هنا او في الجمجمه، وهتيجي تعمل انسيرشن فين؟ هتنزل تحت خالص تلف، ادي هيها برضو اهي، خلاص لفالي حوالين الشولدر جوينت، تروح تعمل انسيرشن في الدلتويد تيوبريستي. يبقى تاني عندي ديت بقول عليها ايه؟ دي بقول عليها يا دكتوره البراكيوسيفاليكاس ماسل. البراكيوسيفاليكاس ماسل اهي خلاص، دي كلها عباره عن البراكيوسيفاليكاس ماسل. دي اول عضله في عضلات الفنترال براكيوسيفاليكاس ماسل، واكبر عضله واطول عضله. ماشي؟ ده بالنسبه للبراكيوسيفاليكاس. طيب نيجي نشوف بعد كده العضله رقم 2. قسمتهم عندي سوبرفيشال بيكتورال والديب بيكتورال والسريتس، صح؟ نمسك اول حاجه عندي سوبرفيشال بيكتورال يا جماعه. قلنا سوبرفيشال بيكتورال كانت بتتكون من مين ومين؟ من الترانسفيرس ومن الديسندنج. هتلاقي عندي ما بين الفور ليمب بتاعت الايه؟ الفور ليمب بتاعت الدونكي عندي واحده بقول عليها ترانسفيرس بيكتورال ماسل. ترانسفيرس طبعا الناس اللي هنا مش شايفين اي حاجه. ترانسفيرس بيكتورال ماسل اهي، دي اللي موجوده عندي على العظمه على طول، ترانسفيرس بيكتورال ماسل. وواحده تانية بقول عليها الديسندنج بيكتورال ماسل، دي واحده ودي واحده تاني. يبقى انا عندي الترانسفيرس بيكتورال اهي، وبطلع اللي على الجنب التاني لو شلت الجلد بقدر امسك اللي على الايه؟ على الناحيه التانية، بتبقى على العظمه على طول. ترانسفيرس بيكتورال ماسل. وعندي اللي في النص دي اللي انا بقول لكم بتطلع وبتنزل اثناء الرايسنج هورسز، دي بقول عليها الديسندنج بيكتورال ماسل. الديسندنج بيكتورال ماسل اتفقنا ان هي هتاخد الاوريجن بتاعها من الكارتلج بتاع المانيبرم او اول فقره في الاسترنوم، وتروح تعمل انسيرشن فين؟ بتروح تعمل انسيرشن على الدلتويد تيوبريستي، زيها زي اخر عضله اللي هي البراكيوسيفاليكاس. يبقى تاني عندي رقم واحد عندي الديسندنج بيكتورال اهي، وعندي الترانسفيرس بيكتورال. فين الديسندنج بيكتورال يا جماعه؟ ادي واحده، دي بتاعت الناحيه دي، المفروض ان انا اقسمها نصين. اسندي على ايه؟ اسندي على ايدي. هضغط عليك كده. عادي ايدك. انا حاسه ان انا هقوم عليا والله ما ادري. ادي العضله اهي يا جماعه، قلنا دي ترانسفيرس بيكتورال ماسل اهي، خلاص دي كلها. بينما العضله ديت بقول عليها الديسندنج بيكتورال. الديسندنج بيكتورال اتنين، واحده يمين وواحده شمال اهي. يبقى تاني انا عندي ادي الديسندنج بيكتورال، اسماهم انا بالميدياس فايبرس رافي، ميديم فايبرس رافي ماسكه فيها اهي، خلاص. دي بقول عندي اول جزء خالص ادي ترانسفيرس بيكتورال اهي، بينما ديت بقول عليها ديسندنج بيكتورال ماسل. يبقى عندي الترانسفيرس بيكتورال اللي هي موجوده لي على العظمه على طول، دي الديسندنج بيكتورال ماسل، خلاص. وقلنا الكبيره دي بقول عليها ايه؟ براكيوسيفاليكاس ماسل. يبقى اول واحده قلنا البراكيوسيفاليكاس ماسل،
هشوف عندي في سوبرفيشال بيكتورال ترانسفيرس بيكتورال و ديسندنج بيكتورال مقسومه لجزئين، ادي واحد ودي التاني. انا اسماها بال احنا مش شايفين. طب انا اعمل ايه؟ نجيب كرسي ونحطه بين الرجلين ونرفعه لفوق عشان نشوف احنا كمان. مفيش كرسي يتحمل العضله. لا، ما هو الدكتور كان عاملها هناك، كان جايب كرسي حاطه بين رجليه ورفع. ما هو المفروض ان انتوا تلفوا بقى بعد ما دول يخلصوا انتوا تلفوا. خلاص. يبقى عندي الترانسفيرس بيكتورال وادي الديسندنج بيكتورال اهي. طيب هشوف بعد كده عندي جروب بتاع مين؟ بتاع الديب بيكتورال ماسل. الديب بيكتورال ماسل هشوف اول عضله بقول عليها السب كليفيوس ماسل. عضله عندي بقول عليها السب كليفيوس ماسل. السب كليفيوس ماسل بتبقى موجوده لي تحت البراكيوسفاليكاس ماسل. يبقى تاني حوالين الشولدر بلاقي عندي السب كليفيوس ماسل اهي. خلاص، ادي السب كليفيوس ماسل، وعندي واحده بقول عليها الاسندنج بيكتورال معاها، ادي الاسندنج بيكتورال ماسل. تاني يبقى انا عندي براكيوسفاليكاس في الفنترال جروب دي لوحدها. بعد كده سوبرفيشال بيكتورال بشوف فيها الترانسفيرس والديسندنج بيكتورال ماسل. رقم 3 بشوف عندي الديب بيكتورال بتتكون من عضله بقول عليها السب كليفيوس، ادي السب كليفيوس اهي، وادي ascending pectoral muscle. ascending pectoral muscle. خلاص. بعد كده اخر جروب خالص بقول عليه السيريتاس فنتراليس. فين السيريتاس فنتراليس يا جماعه؟ السيريتاس فنتراليس بعمل ريفليكشن اللاتيسموس تورساي، بلاقي عندي عضله مشرشره بقول عليها السيريتاس فنتراليس ثوراسيس، اللي هي ديت اللي موجوده على الضلوع دي، سيريتاس فنتراليس ثوراسيس. خلاص. وبلاقي هنا عندي حاجه بقول عليها سيريتاس فنتراليس سيرفايسس. تاني يبقى عندي دي سيريتاس فنتراليس سيرفايسس اهي، سيريتاس فنتراليس سيرفايسس المثلثه دي، ودي سيريتاس فنتراليس ثوراسيس. تاني يا دكاتره يبقى انا عندي ايه؟ سيريتاس فنتراليس ثوراسيس وسيريتاس فنتراليس سيرفايسس. خلاص. يبقى تاني بالنسبه للعضلات قلنا اول عضله عندي بقول عليها براكيوسفاليكاس ماسل. تاني واحده بقول عليها قلنا الترانسفيرس بيكتورال وديسندنج بيكتورال. بعد كده ادي السب كليفيوس اهيت مع مين؟ انتوا ايه؟ اسندنج بيكتورال. خلاص. بعد كده اخر حاجه بشوف السيريتاس فنتراليس، في عندي الثوراسيك اللي هي عملت ريفليكشن، ادي الثوراسيك بارت. خلاص. واخر حاجه خالص عندي اللي هو الايه؟ السيرفايكال بارت اللي هو ده. ماشي يا جماعه؟ طيب فين الرومبويدس؟ ادي الرومبويدس اهي. فين الترابيزيوس؟ ادي الترابيزيوس اهي. ماشي يا جماعه؟ العضليه دي العضليه السكشن بتاعنا بيجي